قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الزلزال اللي جه يا جماعة مش مجرد هزة أرضية، لا، ده موعظة ربانية ورسالة من رب البرية لكي يهدد ويخوف بها البشرية الذين ابتعدوا عن طاعة رب البرية، بل وطغوا وتجبروا وفسدوا وعتوا عتوا كبيرا. ويقول لك السرير كان بيلعب بيا، واللي يقول لك انا كنت مش عارف، حاسس اني دايخ ولا شارب، واللي يقول لك ويستهزأ ويقول لك يا عم كبر دماغك، ده مجرد حاجة كده بس، قوم شوف حالك. وناس كتيرة عمالة تعمل إفيهات وبوستات فيها كوميديا، وينزل فيديوهات فيها كوميديا على موضوع الزلزال. هذا أشد من المعصية نفسها. فالأمر ليس بالأمر الهين. عمر بن الخطاب لما حدث الزلزال في المدينة المنورة قال: والله لئن حدث ذلك بعد الآن لن أساكنكم في المدينة بعدها أبدا. فإنك تاخد الأمر ببساطة وبسهولة كده، لا، انت كده بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فخلي بالك، ده رسالة قوية من رب العزة سبحانه وتعالى. أنا كنت صاحي وشاهد على الموقف لحظة بلحظة. والله سبحان الله، لو استمر الأمر في هذه اللحظة كمان دقيقة، دقيقتين على الأكثر، لهدمت بيوت ولهدمت عمارات. وتخيل انت الهزة دي لو كانت في عز وضح النهار، في عز ما السيارات راحة وجاية، كم الحوادث اللي كانت هتروح. يا جماعة الأمر مش بسيط وسهل، دي هزة بسيطة، فما بالكم إذا زلزلت الأرض زلزالها. فالزلزلة دي مجرد تذكير ووعظ للعباد. علينا الاتعاظ وعلينا الاعتبار وعدم الاستخفاف بهذا الأمر الرباني الذي يرسله الله سبحانه وتعالى. قوم ثمود أهلكوا بهذه الهزة، قوم شعيب أهلكوا بهذه الهزة، ودول كانت معاصيهم جزء من المعاصي اللي بنعملها دلوقتي. دول معاصيهم كانت جزء من المعاصي اللي بنعملها دلوقتي. زي قوم شعيب، تطفيف الميزان، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ولما يجي يوزن لنفسه يستوفي. فسبحان الله، إحنا عندنا الموضوع ده منتشر جدا، وما زال ربنا يرحمنا. كما قال أحد القائلين، ولله در القائل: هلكت أقوام بمعاصي معينة، وهذه المعاصي انتشرت في أمتنا وما زال ربنا يرحمنا. هذه الرسائل الربانية التي يرسلها رب العزة سبحانه وتعالى لكي يتعظ البشر ويعودوا إلى رب البشر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلما ذاقوا بأسنا تضرعوا. قسوة القلب والبعد عن الرب والغرق في المعاصي يجعل ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرسائل لنا حتى نعود ونتضرع ونرجع إليه. تخيل لو أنت في عز الليل وقاعد بتتفرج على حاجة مش كويسة ومت عليها. تخيل لو أنت في عز الليل وكنت بتعمل معصية معينة، بتقابل واحدة بتعمل حاجة مش كويسة، الحاجة بتشرب حاجة مش كويسة، الحاجة دي هتموت وانت كنت بتعملها. تعرف ان في ناس لو كانوا ماتوا في هذه الهزة كان هيبقى منهم شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء 5، منهم صاحب الهدم، صاحب الهدم الذي يكون على طاعة، صاحب الهدم الذي لا يكون على معصية. إذن علينا الرجوع والتضرع. معنى أن مساجد كتير امتلأت في صلاة الفجر بعد الزلزال. أنت مستني الرسالة دي، ولكن يا سعد يا هناه من كانت هذه الرسالة أعادته إلى ربه سبحانه وتعالى. فيا جماعة لا نستخف بالأمر ولا نستهين بالأمر، لأن الأمر خطير. طبعا أنا دايما بعمل الفيديو بعد الحدث بشوية عشان الناس تقعد تقول لك بيركب الترند. لا ترند ولا غيره، هي موعظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم. جزاكم الله خيرا.